بيفوز على الاتحاد فوز متوقع، لان الاهلي بقاله فتره ماشي بخطه ثابته. الاهلي بقاله فتره مستوى واحد بيدهس اي حد بيجي قدامه. خلينا نتكلم في مجريات المباراه. طب ما يبقى عندك مباراه قبل مثلا مباراه القمه وما بتريحش حد، فخلينا نتفق اتفاق ان المدرب الاهلي مش عامل حساب انه يلاعب الزمالك. الراجل النهارده مفيش الا لعيب اشتكى واحد اللي هو مروان عطيه، قام الراجل جاي مستبعده، قال لك مروان عطيه عنده اجهاد، عنده شد، فالراجل قال لك بلاها مروان عطيه. انما لا قعد علي معلول ولا قعد محمد عبد المنعم، يعني من الاخر هو مش عامل حساب. كمان اتكلم في نقطه، قال لك انا كل ده لسه ما حسمتش الدوري، انا هبدا ادي لعيبتي راحه او الروتيشن هيتم بنسبه 100% لما ابدا احسم الدوري. في الواقع هو بيتكلم كلام واقعي، كلام مفروش على ترابيزه، ان هو الراجل لسه ما خدش الدوري. الراجل عنده ثوابت ماشي بيها، ثوابت بتقول ان علي معلول مش ثوابت، ان محمد عبد المنعم مش ثوابت، ان مروان عطيه واليو ديانج من الثوابت. الحاجات دي ما ينفعش لعب فيها او تغيير فيها. في كل مدير فني ليه 5 أو 4 ثوابت هو ماشي بيهم ما بيغيرش. فالاهلي حاليا مش عامل اعتبار بمباراه الاتحاد اللي احنا شفناها، باللي احنا اتفرجنا عليه. الاهلي مش عامل اعتبار خالص ان عنده ماتش قمه. راجل عنده ماتش ب3 بونت، ده يوم حسم الدوري. الاهلي لو كسب رسميا هيبقى الاهلي توج بالدوري، وهتبقى ليله مطينه على دماغنا وعلى محمد عبد الغني وعلى مصطفى الزناري. نيجي لماتش الزمالك. اي فرقه ماتش الزمالك وفيوتشر، اللي حصل في الزمالك اللي خلى الزمالك دخل فيه 2، او اي حد بيرمي على خط الدفاع ده عاملين زي خط اتصالات، اي حد بيرمي عليهم السلام بيرن عليهم بيجوا فيهم اجوان. محمد عبد الغني يا جماعه مشكلته حاجه واحده، محمد عبد الغني اللاعب بتاع شو، هو دي مشكلته بس. بيحب يعمل تاكلينجات بيحب يترمى على الارض وبيحب يطلع يطلع لي الكره بدماغه. محمد عبد الغني مدافع ضعيف دون المستوى، اقسم بالله. الله يكون في عون الراجل اللي ماسك الفريق. خط دفاع الزمالك بيرتكبوا كوارث وجنايات وفضايح. هو يعني احمد عاطف اللي جاب الجون الثاني ده تيري هنري لما يخش من ما بين 2، يعني هو محمد عاطف رونالدو الظاهره؟ احمد عاطف ده يا جدع كان من بيقعد لمروان محسن وعمر السعيد احتياطي. انت متخيل لما مهاجم يقعد لعمر السعيد ومروان محسن احتياطي ويعمل فيك كده؟ فمباراه يوم الخميس خطر على دفاع الزمالك. اي فريق هينزل يهاجم الزمالك من قدام ويضغط على الزمالك من عند الخط ال18 مش هيخلي الزمالك يحضر ويخلي احمد ابو الفتوح ينزل ياخد الكوره من نص الملعب عشان هو اللي يبدا بيها. الموضوع متفيش يا جماعه، بقى واضح خطه الراجل. احمد ابو الفتوح بينزل ياخد الكوره من طبعا الطقم الحلال اللي ورا في دفاع الزمالك، هو اللي بيشتغل بالكوره. فمن الطبيعي ان في الاهلي مش هتلاقي الكلام ده بيحصل. هو يعني الاهلي مش زي فيوتشر، فمش هيسيبوك تحضر ويا ويلك بقى لما تلعب الاهلي والاهلي فايق، ودول بقى مش هيقابلوك من قدام، ده هيقابلوك من جوه الشبكه من عند محمد صبحي. فالموضوع في الزمالك خطر على دفاع الزمالك يا جماعه الخير. دفاع الزمالك رايح في نصايب، وبدأ عمر جابر يخش التشكيله. وعمر جابر لو لعب اليوم ده اساسي برضه هتبقى ليله كبيره على الزمالك. انت هتلاعب فرقه عارفه هي بتعمل ايه، هتلاعب بطل افريقيا. انت ورق سيبك بقى، انت مختلف. الاهلي مش بطل، اصل الاهلي بيكسب بالحكام، اصل الاهلي مش معاه مدرب. لا، الاهلي معاه مدرب، وحاليا الاهلي هو بطل افريقيا، ما انغلبش في الدوري. انت هتلاعب فريق هو لحد الان ما حدش قادر عليه، بيدهس اللي قدامه. فدفاع الزمالك هجوم الاهلي خطر عليه. لو الزمالك دخل فيه جون او 2 زي ما حصل النهارده في ماتش الاهلي، الكلام دوت مش هتلحق تلمه. هتلاقي النتيجه فتحت بقها وفتحنا شكاره اجوان مش هتتعبى. واديكوا شايفين النظام، اديكوا شايفين الدنيا في الزمالك عامله ازاي من ورا. الزمالك لو زيزو مش موجود مع ال10 خشبات اللي بيلعب معاهم هو احمد ابو الفتوح، اقسم بالله كان زماننا مركز 10 ولا 9. كنا ممكن ننافس الدخلاوي وطلع الجيش على الهبوط. انا بكلمك كلام بما يرضي الله، مش هتلاقي حد بيقوله لك. الزمالك حاليا اي حد يجيب فيه جوان، اي حد يكسبه.
الراجل جه غطى الدنيا شويه، دايره الدنيا شويه، بقى بيجيب اجوان كتير عشان يكسب، عشان يلحق نفسه. مش مهم انه يكسب 6-4 6-5 يكسب 6-2، المهم انه بيكسب بقى وخلاص. ما هو الراجل اللي خلاه تشكيلته تبان كده او طريقه لعبه كده، لما جه لقى الفرقه بالمنظر ده بقى يجيب هو اجوان، هيعمل ايه؟ ما هو مش لاقي حل يعمله. ده الراجل عامل لهم لخط الدفاع والجون، بيقول لك الماتش اللي مش هيجي فيه جوان او يطلعوا كلين شيت هيدي لكل لعيب 200 دولار. انت متخيل؟ طب انا عايزك بقى لما كل لعيب لما مثلا يجي فينا جوان ولا يخش فينا جون وما يطلعش كلين شيت ونطلع مفضوحين بطريقه زي دي، تقوم مدي لعيب كل لعيب 200 قلم على وشه عشان يفوقوا. يا ابني انتوا بتلعبوا في الزمالك، انتوا اللي الكوارث اللي بترتكبوها النهارده. احنا كسبنا النهارده فيوتشر عشان جون فيوتشر على قده، جنش تعبان ومبطل كوره، اقسم بالله تعبان. جنش اي حاجه برضه بتروح عليه بتخش وتحس انه يعني واحد على قده مجنون واقف جون، اقسم بالله زي ما بقول لك. فالطبيعي ان انت النهارده شفتك وشفت مثلا الاهلي، فابدا احذر من الاهلي، عشان الاهلي ما بيسميش على حد. الاهلي لو وقاك واقع مش هيطبطب عليك، هيفضل يديك بالشلاليط لغايه ما ينقع عليك. موعدنا يوم الخميس بعد المباراة على طول. يا رب لو الفيديو عجبكم النهارده انزلوا تعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، واستنونا يوم الخميس في مباراة القمة عشان هنولع الدنيا. احلى ناس في الدنيا.